السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مجددا في عز الحدث الذي نسلط فيه الضوء على أبرز الأحداث العاجلة ونتواصل فيها مع أصحاب الشأن لإيضاح الصورة للمتابع الكريم. الحدث اللي بنتكلم عنه اليوم هو خبر أحد الصحف الإماراتية النشطة جدا في وسائل التواصل الاجتماعي، أفردت خبر عن أن منتخب إفريقي يشارك في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا يراقب أو يرغب بالتعاقد مع مدرب النصر الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تعاقد معه النصر في 29 من يناير الماضي، يعني لسه الرجال ما صار له شهر. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلي الآن الزميل علي القحطاني مراسل صحيفة عز الإلكترونية. مساك الله بالخير علي. يا هلا والله، مساء النور أخوي سليمان. حياك الله مجددا في عز الحدث. سريعا علي، اليوم يعني قصة أخرى خرجت فيها أحد الصحف الإماراتية عن أن يعني منتخب إفريقي يرغب بالتعاقد مع مدرب النصر كارتيرون. صحة الأخبار هذه علي؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون، أفاد مصدر مسؤول في إدارة نادي النصر لي بأنه لا صحة لوجود أي نية للمدرب لمغادرة الفريق خصوصا في خلال هذه الفترة. المدرب جالس يطلب بعض الأشياء، لبت إدارة نادي النصر جميع متطلباته. الرجل مرتاح جدا. طبعا في بند في عقده أنه المدرب في نهاية شهر أبريل، في آخر يوم في شهر أبريل، بإمكان إدارة نادي النصر تجديد العقد بشكل تلقائي بدون يعني أي متطلبات إضافية مادية من قبل الجهاز الفني. في تقارب كبير، أكون صادق معك، بين يعني في وجهات النظر بين إدارة نادي النصر والمدرب. يعني يقول لي ما في أي شيء من هالكلام أبدا، يعني المصدر اللي أفادني بهالمعلومات. جميل. يعني العفو علي، أن تقصد أنه في نهاية شهر أبريل النصر يستطيع تجديد عقد المدرب لمدة سنة إضافية للموسم القادم. لمدة سنة إضافية فعلا. بعد شهر أبريل في حال عدم تقديم النصر لعرض تجديد العقد، بإمكان المدرب التفاوض مع أي نادي آخر ويحق له يعني بدون أن يترتب عليه أي شروط جزائية في العقد. أوكي، يعطيك العافية علي، شكرا جزيلا. الله يعافيك، حياك الله. كان معي الزميل علي القحطاني مراسل صحيفة عز الإلكترونية. هذا خبر للجمهور النصراوي. إذن الخبر اللي أفردته اليوم أحد الصحف الإماراتية في وسائل التواصل الاجتماعي عن رغبة منتخب إفريقي يشارك في تصفيات المؤهلة لمونديال روسيا بالتعاقد مع مدرب النصر، هذا لا أساس له من الصحة. مصدر من الإدارة النصراوية أوضح للزميل علي بأن الإدارة لبت جميع المطالب التي طلبها المدرب ولا صحة لإخلاله بالتعاقد مع نادي النصر حاليا، وأن في شهر 4 القادم يحق لإدارة نادي النصر التجديد مع المدرب، وأيضا يحق للمدرب في حال عدم تقديم عرض له من الإدارة النصراوية أن يتخذ إجراء آخر. نختصر الموضوع، مدرب النصر باقي ولا حلقة جديدة من مسلسل المدربين مع إدارة نادي النصر. هذا كان حدثنا اليوم في عز الحدث، نلتقي إن شاء الله في أحداث قادمة، تمسون على خير.